اوعى تنشر الكلام اللي انت هتسمعه في الفيديو اللي هيتعرض قدامك دلوقتي، اوعى. معلومات خطيره عن الصلاه ما كنتش تعرفها. لو صليت الفجر وقريت سوره ياسين ربنا هيقضي لك جميع الحوائج في الدنيا والاخره. ولو صليت الظهر اقرا سوره الواقعه ربنا يكفيك شر الفقر في الدنيا والاخره. واقرا سوره الرحمن وقت العصر اللي يرحم الله فيها ضعفك. وسوره الدخان جميله قوي وقت المغرب هيستغفر لك 70 ملك. ولو صليت العشاء وقريت سوره الملك ربنا يحميك من عذاب القبر. وكل يوم بنزل لك فيديو جديد تستفاد منه، فما تنساش. مهم جدا قبل ما تكمل معايا الفيديو تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. ما تنساش دايما ان الدال على الخير كفاعله. ركز معايا. صاحب الفيديو ده انا ما اعرفوش شخصيا، لكنه فيديو طلع قدامي زي فيديوهات كتيره بتطلع قدامي، فدخلت على الاكونت بتاعه على التيك توك فلقيت ان اسمه اظن هلالي، ولقيت ان هو بيقدم محتوى لكنه محتوى لا يتعلق بالدين يعني، وانما محتوى بيتعلق بالفاشن والستايل، وكلامه عن اللبس متعلق اكتر بالرجال. قبل ما اتكلم على الفيديو دوت انا حبيت اقول لكم ان نفس الشخص دوت عامل فيديو تاني برضه، كنت وانا بفر كده عنده على القناه لقيت فيه فيديو متعلق بالدين، فيديو اسمه لبس حرام الرجاله تلبسه، فقلت اسمعه فسمعته لقيت كل الكلام اللي فيه صح. الكلام اللي انت قلته فيه ما فيهوش اي مشكله وممكن تتكلم عادي في الدين، لان اي حد في الدنيا ممكن يتكلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس يكون عنده علم بالكلام اللي هو هيقوله ويكون متاكد 100% ان الكلام اللي بيقوله ده صحيح، يعني ما يكونش من البدع والخرافات والعادات والتقاليد التي تخالف الدين، لا، وانما لو هو كلامه بيوافق الكتاب والسنه يطلع يقوله مفيش اي مشكله. فالدين مش حكر على حد معين، لا، ربنا قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو آية، الكلام ده لكل المسلمين. طالما عندك دليل صحيح وانت راجل مسلم وتعرف تتكلم بيه وتقول قال الله قال رسول، اتكلم ولا حرج عليك. اما الكلام اللي اتعرض في اول فيديو ده كلام لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني الاحاديث دي كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا كمسلمين ما ينفعش نجزم لحد بعقاب وثواب الا اذا ثبت في الكتاب او في السنة الصحيحة. يعني على سبيل المثال لو انا قلت لك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، الكلام ده أنا افتكسته من عندي ولا قالوا النبي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، بس ساعتها اطلع اقوله لك. لكن ما ينفعش انا كشريف اطلع افتكس اي ذكر واقول لك على فكره اللي يقول الله اكبر كل يوم بعد العشاء 20 مره ربنا يغفر له كل ذنوبه، كده انا غلطان. ليه؟ لاني بتقول على رسول الله ما لم يقل. طالما في حاجه ليها فضل او ليها ثواب معين وانت عاوز تقولها لازم تتاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لان بكل بساطه الثواب اللي احنا هناخده على العمل ده مين اللي هيديه لنا؟ ربنا، بناء على كلام ربنا قاله لسيدنا جبريل، وسيدنا جبريل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي قاله لنا. لما بنعمله احنا بنؤجر عليه، لكن انا اقول اي عباده وافتكس وده سوء ادب مني. فسوره ياسين اللي انت قلتها في الفيديو بتاعك ان احنا نقراها بعد صلاه الفجر ليس لها اي فضل بعد صلاه الفجر. وسوره الواقعه اللي انت قلتها ان احنا نقراها بعد صلاه الظهر فهذا ليس حديث صحيح ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسوره الرحمن جميله جدا لكن احنا نحددها بعد صلاه العصر ونقول ليها فضل عظيم فمش صح خالص. انما فضلها وفضل اياتها زي اي حاجه في القران، من قرأ حرفا من كتاب الله له بها حسنه ب10 امثالها، بس ده اللي احنا عارفينه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع سوره الدخان بعد صلاه المغرب فبرضه دوت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كلها غير صحيحه. اما سوره تبارك او الملك اللي احنا نقولها بعد صلاه العشاء فالحته دي انت معاك حق فيها، بس وما تتقالش بعد صلاه العشاء بس مباشره، وانما طول الليل ممكن تقولها عادي. برغم ان في علماء برضه اختلفوا في هذا الحديث، ولكن في علماء ثقات ربانيين علماء افاضل قالوا ان الحديث ده حسن زي الشيخ الالباني. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه عم الحاج عليه الصلاه والسلام قال سوره من 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، سورة تبارك الذي بيده الملك. وثبت في رواية أخرى إن هي بتقي من عذاب القبر لو قرأها كل ليلة، الليلة بتبدأ من بعد صلاة المغرب لحد الفجر، تجوز إن نقرأها في أي وقت من الأوقات ديت. خلاص ما ينفعش أجيب فضل أي ذكر أو أي سورة في القرآن وأقول إن الذكر ده قولوا يا جماعة ولكم الأجر ده إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اللي هم الصحراء يعني. فضل تاني برضو من قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات الصبح و3 مرات آخر النهار يعني قبل المغرب لن يضره شيء، وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمك يا حبيب قلبي يلي عملت الفيديو، أنا لا أعيب عليك، أنت ممكن يكون اختلط عليك الحابل بالنابل فسمعت فيه شيخ قال لك كده فخدت بكلامه وخلاص، لا، أنا عاوزك تبحث وتدقق قبل أن تعلن هذا الكلام، لأنك أنت صاحب محتوى ويتبعك الملايين. الملايين دي ممكن تكون في ميزان حسناتك أو ميزان سيئاتك، فلا تنشر إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.